تعالوا بقى نعمل الجمال اللي احنا شايفينه ده مع بعض ببواقي العيش كده البايت معانا وشوية عسل، مش اكتر من كده. حاجة طريقة سهلة وبسيطة وبجد حلوة جدا. تعالوا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف عملناها ازاي مع بعض. اول حاجة جبت حلة على البوتاجاز، نزلت فيها بمعلقة سمنة مش كبيرة قوي، معلقة يعني عادي. يعني انا بصوا، هي الوصفة دي ما فيهاش مقادير معينة، هي الطريقة وانت زودي وقللي براحتك. اول ما ساحت بقى معايا معلقه السمنه، نزلت عليها بكوبايه من العسل، كمان نص كوبايه من الميه. ممكن ازود ميه ممكن ازود عسل، قلنا ما فيهاش مقادير ثابته. ده بقى عندي العيش بتاعي، انا ما كانش عندي عيش يكفي، فجبت رغيفين من اللي هم بتوع الفرن الصغننين قوي دول، وقطعتهم زي ما انتم شايفين كده، زي ما بنعمل الفته بالظبط. تمام كده. ابتديت بقى بعد ما العسل غلي والميه، نزلت عليهم بالعيش بتاعي، وانا بقلبه بقى كده حسيت ان الموضوع يعني ايه، محتاج كمان عيش معايا، فزودت عيش. زي ما اتفقنا ان هي ملهاش كمية معينة، دي بالنظر زي ما انا شايفين كده. بصوا بقى، اول ما العيش بيستوي معايا كده وبيخش وبتلف معايا زي ما احنا شايفين كده، ممكن تبقى تمام قوي، ممكن ناكلها كده. التركية بقى اللي كانت امي بتعملها، ان احنا كنا بنجيب مثلا شوية مية، نص كوباية او حاجة، ونحط نص معلقة بس من النشا. طب ليه كمية المية وليه كمية النشا؟ لان هي بتعادل سكر العسل شوية، يعني بتخليه مناسب، ما بتخليهوش ان هو طعمه تقيل قوي معايا. اول ما بتلف بقى معايا ان النشا استوى معايا، بس كده بتبقى جاهزة عندي، وببتدي ان انا اصبها زي ما انتم شايفين كده. وممكن لو حباها ان هي تكون يعني تكون كمان خفيفة عن كده، ممكن ازود لها كمان شوية مية، وهتبقى ممتازة جدا جدا معايا. بصوا بقى، الاكلة دي لازم تتاكل وهي لسه نازلة من على البوتاجاز كده سخنة، بتدفي جدا، وكمية يعني طاقة وغذاء غير عادية. لو الفيديو عجبكم، متنسوش اللايك والشير ومتابعة عشان يوصل لكم كل جديد.